هذه أبرز العناوين. رئيس مدينة مليلة المحتلة يهدد رئيس الحكومة الإسبانية بإجراء قضائي مفاجئ بسبب المهاجرين المغاربة. عاجل. الاتحاد الأوروبي يطالب المغرب وإسبانيا بتطبيق قرار صادم بشأن سبتة ومليلة. المهاجرون المغاربة في سبتة يتسببون في أزمة كبيرة لإسبانيا، والولايات المتحدة تحذر من تداعيات الوضع. رئيس مليلة المحتلة يهدد رئيس الحكومة الإسبانية بإجراء قضائي مفاجئ بسبب المهاجرين المغاربة. لوح رئيس مدينة سبتة المحتلة خوان فيفاس حسب صحيفة الفارادو سيوتا الإسبانية باللجوء إلى القضاء الإسباني بما في ذلك المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في حال لم تتدخل الحكومة المركزية بشكل حاسم لمعالجة تداعيات عمليات الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة المحتلة، مانحا إياها مهلة 30 يوما لاستعادة ما وصفه بالوضع الطبيعي. وجاء موقف فيفاس عقب اجتماع استثنائي لمجلس حكومة سبتة يوم الاثنين 17 أغسطس 2026، حيث صعد لهجته تجاه الحكومة المركزية، مؤكدا أن سلطات المدينة ستكتشف جميع السبل الممكنة بما فيها المسارات القانونية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الأزمة. وبحسب تصريحات رئيس المدينة فإن المهلة المحددة ب30 يوما تهدف إلى استعادة الوضع الذي كانت عليه سبتة قبل موجة الدخول الجماعي التي شهدتها نهاية يوليو، والتي عرفت وصول آلاف الأشخاص من المغرب إلى منطقة قصر الأمواج في طرخال. وأكد فيفاس أنه في حال عدم حدوث تغيير جوهري خلال هذه الفترة فسيتوجه إلى الجهات القضائية الإسبانية، مشيرا إلى عزمه طلب لقاء مع رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الدستورية لاطلاعهما على الوضع الذي تعيشه المدينة. عاجل. الاتحاد الأوروبي يطالب المغرب وإسبانيا بتطبيق قرار صادم بشأن سبتة ومليلة. طرح النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي على الحزب فوكس هيرمان تيرتيتش مقاربة مثيرة للجدل بشأن مستقبل العلاقات بين مدريد والرباط، داعيا إلى ربط موقف إسبانيا من قضية الصحراء بمسألة سبتة ومليلة المحتلتين. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية دعا تيرتيتش إلى إمكانية اعتراف مدريد بالسيادة المغربية على الصحراء مقابل إقرار الرباط بالسيادة الإسبانية على المدينتين. ولم يكتفي النائب الأوروبي بهذا الطرح، بل لوح بإعادة تقييم العلاقات الثنائية في حال رفض المغرب هذا المقترح، وقد يشمل ذلك المبادلات التجارية وحركة مرور المركبات والبضائع إلى جانب الاتفاقات المبرمة بين البلدين. ولم يصدر حتى الآن موقف علني من قيادة حزب فوكس يتبرأ بشكل واضح من تصريحات تيرتيتش أو يدينها في وقت يتبنى فيه الحزب مواقف متشددة تجاه المغرب في عدد من الملفات المرتبطة بالهجرة والعلاقات الثنائية. ويبدو أن موقف فوكس من نزاع الصحراء لا ينسجم بصورة كاملة مع خطاب القوة الإسبانية التي تتبنى مواقف أكثر قربا من جبهة البوليساريو. فقد سبق للحزب أن اتخذ في مناسبات متعددة مواقف معارضة للمبادرات البرلمانية الداعية إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. ويأتي طرح تيرتيتش في سياق سياسي إسباني تتدخل فيه ملفات الصحراء وسبتة ومليلة والهجرة والتعاون الأمني والتجاري، وهي قضايا تشكل منذ سنوات عناصر أساسية في طبيعة العلاقات بين مدريد والرباط. المهاجرون المغاربة في سبتة يتسببون في مشكلة كبيرة لإسبانيا، وأمريكا تهدد الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة منذ نحو أسبوعين بإرباك القطاع السياحي الإسباني، واستحالة من القلق بين مواطني الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشأن إمكانية السفر إلى المملكة الإسبانية في ظل الأوضاع الراهنة. ووفقا لخريطة المخاطر الأمنية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية فقد وضعت سبتة المحتلة في المستوى الثالث، وهو مستوى التحذير المرتفع، مع تحذير المواطنين من السفر إليها في ظل وجود مخاطر مرتبطة بالهجرة غير النظامية والإرهاب. وبحسب معطيات أوردها موقع إنفو باي الإسباني، رفعت الخارجية الأمريكية مؤخرا مستوى التحذير الخاص بسبتة المحتلة في وقت لا تزال فيه المدينة تعيش تداعيات أزمة الهجرة بعد مرور نحو أسبوعين على موجة العبور الجماعي من المغرب. وتصنف الخارجية الأمريكية دول العالم وفق 4 مستويات للمخاطر، يبدأ أولها باللون الأزرق ويعني اتخاذ الاحتياطات المعتادة، بينما يفرض المستوى الثاني باللون الأصفر مزيدا من الحذر. أما المستوى الثالث باللون البرتقالي فيمثل درجة تحذير مرتفعة، في حين يمثل المستوى الرابع أعلى درجات الخطر. وتضع الخريطة الأمريكية إسبانيا في المستوى الثاني، بينما صنفت سبتة
سبتة المحتلة في المستوى الثالث، وتضع الخريطة الأمريكية إسبانيا في المستوى الثاني المصنف باللون الأصفر، إلى جانب عدد من الدول التي توصي واشنطن مواطنيها بممارسة قدر أكبر من الحذر أثناء السفر إليها. وتشير الخارجية الأمريكية في تحذيرها الخاص بإسبانيا إلى احتمال وقوع مظاهرات بشكل متكرر، خصوصا لأسباب سياسية أو اقتصادية أو خلال مناسبات محددة وفاعليات دولية، كما تحذر من استمرار جماعات إرهابية في التخطيط لهجمات محتملة داخل البلاد، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات قد تقع دون سابق إنذار أو مع إشعار محدود، وتشمل المواقع التي قد تكون أهدافا محتملة المناطق السياحية والمطارات ومحطات القطارات والأسواق ومراكز التسوق والفنادق والمطاعم ودور العبادة والمؤسسات التعليمية، فضلا عن الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى. غير أن سبتة المحتلة تحظى بتصنيف أكثر تشددا أدرجتها واشنطن ضمن المستوى الثالث باللون البرتقالي بسبب مخاوف مرتبطة أساسا بالتدفقات الجماعية وغير المنضبطة للمهاجرين من المغرب، تحذير من أوضاع خطيرة. وتقول الخارجية الأمريكية إن الوصول الجماعي وغير المنضبط للمهاجرين من المغرب يمكن أن يؤدي إلى نشوء أوضاع خطيرة، وهو ما دفع إلى رفع مستوى التحذير الخاص بالمدينة. ويضع هذا التصنيف سبتة المحتلة في المستوى نفسه من المخاطر مع عدد من الدول الإفريقية غير المستقرة أمنيا مثل نيجيريا، في مفارقة لافتة مقارنة بتصنيف إسبانيا ككل التي توجد في مستوى أقل خطورة. وتكتسب هذه المقارنة أهمية أكبر بالنظر إلى أن السنغال تظهر باللون الأزرق في المستوى الأول من خريطة المخاطر الأمريكية، في حين توجد سبتة المحتلة في المستوى الثالث. ويأتي التصنيف الأمريكي الجديد في وقت تشهد فيه سبتة المحتلة استنفارا أمنيا على خلفية أزمة الهجرة، بعدما حاول مئات المهاجرين خلال الأيام الماضية العبور بشكل غير نظامي إلى المدينة. وأعلنت السلطات المغربية إحباط محاولات جديدة يوم السبت شارك فيها مئات المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، بعدما اختبأوا في محيط مدينة الفنيدق قبل محاولة التوجه نحو سبتة. وتواصل السلطات المغربية تعزيز المراقبة على المنطقة في محاولة لمنع أي محاولات للعبور الجماعي نحو المدينة المحتلة. الذهب والنفط يواصلون الصعود. الذهب والنفط يواصلون الصعود وسط ترقب الأسواق لتطورات أسعار الفائدة وإمدادات الطاقة. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تراجع المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 4% إلى 4431.9 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3% إلى 4487.70 دولارا للأوقية. وامتد ارتفاع أسعار المعادن النفسية إلى عدد من المعادن الأخرى، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 8% إلى 66.33 دولارا للأوقية، كما زاد سعر البلاتين بنسبة 5% ليصل إلى 1779.50 دولارا للأوقية، بينما سجل البلاديوم استقرارا تقريبيا عند 1332.50 دولارا للأوقية. ويترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتباره مؤشرا مهما يمكن أن يساعد الأسواق على تقييم التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة. النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة، وفي سوق النفط ارتفعت الأسعار بدورها اليوم الثلاثاء مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، بعدما استبعدت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وقد عزز ذلك المخاوف بشأن مستقبل إمدادات الطاقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتا أو بنسبة 3% لتصل 91.14 دولارا للبرميل، بعدما سجلت في جلسة أمس الاثنين أعلى مستوى لها منذ 30 يوليو الماضي.